عامية. لو عايز تفهم الحرب اللي احنا داخلين عليها وعايز تفهم المشاكل مستقبلك هيكون عامل ازاي ومستقبل اولادك، فانت لازم تتفرج على الفيديو ده للاخر، مش هزار، لازم تتفرج. تخيل تكون في بلد عظيمة شبه الصين وفي 2022 يعني في ظل التقدم اللي في الصين حصل عليه يتم الحكم عليك وتدفع غرامة. تخيل بسبب ايه؟ تخيل بس انك قلت نكتة. مش عشان قلت نكتة بايخة لصاحبك فصاحبك دعا عليك فخلاص جات لك الغرامة، لا 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 لا، لانك فعلا قلت نكتة عادية لصاحبك على الواتساب. لان الذكاء الاصطناعي ما عرفش يفرق ما بين النكتة والشتيمة، فافتكر ان اللي انت قلته ده شتيمة، راح خلاك تدفع غرامة. انت متخيل حاجة شبه كده تحصل في الصين في 2022؟ يا بولا هو الكلام ده حصل حقيقي ولا انت بتقول مثال؟ لا يا صديقي، حصل حقيقي. كان في نظام في الصين في 2022 اسمه نظام محكمة الانترنت. النظام ده باختصار كان بيدير وبيسرع القضايا اللي موجودة شبه قضايا الانترنت والمشاكل اللي بتحصل في الانترنت، حقوق الملكية ومشاكل كتير من هذا القبيل، وقضايا الاحتيال الرقمي. والذكاء الاصطناعي ده كان عبارة عن خوارزميات متدربة على ملايين